الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيدي يا رسول الله. يا صباح الرضا وصباح التفاؤل وصباح النرجس وصباح جديد في يوم جديد مع أحلى متابعين إخواتي في الله، حبايبي أمهاتي وإخواتي وفلذات أجبادي، الناس اللي تشتغل على الراس، الناس اللي كاتبة كومنتات على الفيديو. يعني ما اقولكوش يا جماعة الخير، أنا سعيدة جدا 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 بالتعليقات اللي هي ترد الروح، واللي جبرت بخاطري، واللي زعلت على زعلي وبتفرح لفرحي. ربنا يجازيكم دنيا واخره يا اعز واحلى واحن واطيب امهات واخوات في الدنيا. يا صباح الرضا عليكم، يجي على صباحكم نادي يا اعز واحلى اخوات في الدنيا. طبعا النهارده قبل ما نخش اي صلب الفيديوهات او قبل ما اتكلم عن اي شيء، ندعي لاخواتنا بتوع فلسطين واهل غزه وسوريا ولبنان واليمن وجميع الدول عشان ما ننساش حد فيهم، ان ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده حبايب قلبي بقى تشجعونا يا جمهوريه، هنعمل بقى افكار جديده، هنعمل محتوى جديد، هنعمل اكلات جديده، وهنشتغل بالحب والحنيه والموده، بحبكم وبدعمكم وبلايكاتكم وكلامكم اللي بكبر الخاطر. وخلاص فتحنا صفحه جديده، لا عاد صد ولا عاد رد، وهنشتغل في المحتوى واحنا مش شايفين اللي ورانا، واللي مش فينا ما يعيبناش، اللي مش فينا ما يعيبناش، واللي على راسه بط هيحسس عليها. فعشان كده هنبدا النهارده من اول النهارده قناه جديده، متابعين خالته ام عبده جداد اللي هم موجودين معايا ومستمرين معايا بالكومنتات باللايكات بالكلام الجميل وبحبكم. وعندي كلمتين عايزه اقولهم قبل ما اخش في صلب الفيديو، علشان نقوم بقى نعمل روتين على الهادي يا زبادي. كلمتين يا علا. انا بشكر كل اخت وقفت جنب مني وساندتني مع فرنات بنتي وفي المعيشه بتاعتي، وبشكر كل ام وكل اب وكل اخ وكل اخت دعمني في القناه، سواء دعم معنوي او سواء دعم مادي. بشكرهم، وبشكر بنت العز وبنت الاجاويد وبنت الكرم وبنت الاصول وبنت الناس الطيبين اللي وقفت جنب رناد وسندتها ووقفت جنبها وواقفه معايا في علاج رناد بنتي وماشيه معايا خطوه بخطوه. ربنا يسعدك ويفرحك بولادك وما يخسرك لا في مالك ولا في ولادك، ويديك الصحة ويديك العافية ويجعلك تاخدي ما تدي، ويجعلك دايما نعمة في حياة الناس الغلابة. طبعا هيقولوا ايه بقى؟ هيقولوا اتدفع لي فلوس. لا والله العظيم ما اتدفع لي فلوس. ده في اخت عزيزة من شهر فات او شهر قالت لي انا هساعدك في علاج رناد وهتكلف معاكي برناد، عشان بقى القنوات المهمشة اللي هتطلع تتكلم. وانا بقول على الملأ، لا عندي حاجة داريها ولا عندي حاجة خبيها. خضرة يا كزبرة ما هيجرى قد اللي جرى. طبعا انا على الساحة وكتاب مفتوح، لا خبيت ولا كذبت ولا قلت بحد اداني وانكرت خيره، ولا قلت محدش اداني وطلعت قلت اداني. اللي اداني معروفين على هيئة الساحة وكلكم كنتوا عالمين بيه والكل كان شايف. اللي ساعدوني في سد كرودي، واللي ساعدوني في وقفة عربية اخويا، واللي ساعدوني في عملية رناد بنتي، دمت كلهم على راسي. وطبعا دي كلهم كانت الحاجات دي كلها على الساحة وعلى الملأ وعلى اليوتيوب قلبي. واللي طبعا انا ما نكرتش خير حد وما قلتش ان حد ما ادانيش، لا كان كل حاجه على العام وعلى الساحه. اللي بعت الفلوس على الساحه الكل كان عارف الفلوس اللي جت لبنتي بتاع العمليه، واللي ساعدوني في القرض بتاعي كده ساعدني في القرض بتاعي ايام ما كان بينا اختلافات انا وابولادي. واللي وقفت معايا وقالت لي ما تجيبيش سيرتي على اليوتيوب، ما تجيبيش سيرتي على اليوتيوب، انا مش خاينة الامانه، انا مش خاينة الامانه، وانت عارفه نفسك كويس. انا مش خاينة الامانه، انتي اللي خنتي الامانه، وانتي اللي حبيتي يتعمل لك شو على اليوتيوب. بس انا عندي وعد ليكي وعندي وعد معاكي، لا هذكر اسمك ولا هجيبك بشيء، لان الاول والاخر انت اخت وهتفضلي اخت. ويعني احنا اتكلمنا مع بعض خلف حديده، خلف
الحديده، يعني على تليفون ما شفتكيش وجها لوجه، بس انا عمري ما كنت خاينه الامانه، ومهما يقولوا ومهما يعيدوا ومهما يطلعوا اللي مش فيا ما يعيبنيش، والناس كلها بيجي لها هدايا وبيجي لها دعم، هتيجي على علا وتقف، واللي مش فيا ما يعيبنيش. ويلا بينا حبايب قلبي، دي الكلمتين اللي كنت حابه اوجههم لاي حد بيتكلم عليا. انتوا بالنسبه لي مش شايفاكم. هتقولوا ضفدعه، انا مش ضفدعه الحمد لله. هتقولوا عرسه، الحمد لله انا مانيش عرسه. هتقولوا سلعوه، الحمد لله مش سلعوه. هتقولوا براسه، الحمد لله مش براسه، عشان انا شايفه نفسي انا مش كده، واللي مش فيا ما يهبنيش، واللي على راسه بطحه يحسس عليها. نعم. اسمعي كلمه هقولها لك. شوفي ياما هيتقال ولسه هيتقال ولسه هيوقعوا الدنيا ببعضها، بس احنا اكبر من كده واحسن من كده وفاهمين اللي. شوفي اللي ماهوش فيني مش مزعلني، لا مش مزعلني، واحنا مش على دماغنا بطحه. هيقولوا ارفع على المصحف كيف، انا عمري ما هعرض نفسي اليمين المصحف كيف. لو من حتى لو ابويا طلع من التربه ولو جوزي طلع من التربه كمان وقال لي احلفي يمين الله كذب، عمري ما هحلفه ولا اعرض نفسي لحلفان المصحف كذب، لان انا بحلف لان انا صادقه، وبيني وبين ربنا صادقه. صادقه بين عمار. لا، وبيني وبين ربنا صادقه، وبيني وبين ربنا عمار، عمري ما هحلف كيف. ويوم ما باجي احلف بحلف على صدق، لان انا عارفه مسكه المصحف دي وفتحه كتاب الله يعني ما هي سهله وما هو ليه عمري، لان شوفي العبد ما كنيتوش حاجه، العبد ما يسواش، لان شوفهم راح ولا جه هو عبد زي ومش هو اللي هيحاسبني، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبني، مش انتوا اللي هتحاسبوني. اللي بعت لي يا حبايب قلبي وقال لي اللي بعتت لي وقالت اللي بعتت ما تقوليش اسمي، ما تقوليش اسمي، انا ما قلتش اسمها الطرع، اسمها الطرع الساح، اسمها الطرع الساح، واتذكرت على الساح، يعني دي حاجه ما هيش مستخبيه، وما جانيش المبلغ اللي هو انت بتمدحي فيه قوي دي، ما هو ما جانيش، ولو جاني ما يخصكيش كلها وشوش كدابه. ما يخصكيش حتى لو جاني، وشوش كدابه لو جاني ما يخصكيش، لان دي جاي محبه. والله انا ما اتصلتش عليه وقلت لها ابعتي لي او اديني، لا ده هي جاتنا محبه. يلا بينا يا عم. وكتر الف خيرها وتشكر، وكتر الف خيرها اللي هي ادت لك الحاجات اللي انت بتقولي عليها ديت، لان نسميها وانا بقول لك طلعيها واثبتي ان انا خدت المبلغ اللي انت قلت عليه. يا ولد ويا حبيبه قلبي الف شكر، الف شكر على الدعم بتاعك اللي انت بعتهولي، والف شكر لاي حد بعت لي اي حاجه، الف شكر. الكلمه الطيبه والكلمه الحسنه والكلمه اللي بتطبطب على الجروح، ووقت الشده لقيتكم، ووقت الفرح لقيتكم، ووقت الحزن وقفتوا على جدا مني. ربنا يكبر بخاطركم قبل السماوات والارض، ومشان الاول والاخر اللي بيجوا على الساحه بتاع اليوتيوب دعم او بياخد او ما بياخدش، مش اول ولا اخر. يا ما ناس جالها كراتين، يا ما ناس جالها دعم كتير، ويا ما ناس جالها تكييفات وبوتاجازات وغسالات وودنات واراضي وبيوت وفلل وعمارات. ما حدش بيبص في رزق حاله، بس يقول علا مش عائله فيكم مش هتطلعوا تتكلموا عنها، بس انتوا بالنسبه لعلا مش شايفاكم. حتى شوفهم لو عملتوا البدع في العلا قولوا من هنا لما ال100 سنه هتيجي قدام. ومن النهارده بدات صفحه جديده في شغل قناه جديد، في روتينات جديده، في اكلات هتبقى جديده ان شاء الله، والشديد جديد. هخليكم مع عبده وعلا، لان سحر هتنزل معايا في المطبخ وهنوريكم بقطات الايجابيه يا حلوه انت وهي. ويلا يا بنتي يا راد معانا بالهميه نشوف الحته وهنضفها يعني. لما انا اروح يا اولاد، لما انا اروح والحته بتبقى كتلي. قولوا لي يا اولاد، ما فيش حد يجيب تكييف؟ مش حاجه يا اولاد، تكييف يا اولاد، عندنا جوه حر نار.
النهارده يوم جديد، فرتين جديد وكله يصلي على الحبيب. النهارده محمد حسام الشعلاء النهارده بما ان بقى هو طويل وفي اجازه ومفيش مدارس وخدنا الاجازه، قلت له يلا يا ولد انت وهي تعالوا يا عيال نعمل الهميه ونشوف انت والابله ننام. الابله نام بتصور يعني لها مجهود معانا برضه. هنمسك بقى مراوحنا كده ننضفها ونمسحها ونديها الطاقه الايجابيه، لان المراوح لما بتبقى عليها تراب بتبقى الهواء بتاعها بيبقى قليل، لما بتمسحها وتنضفيها بتشيلي كميه التراب اللي عليها بتلاقي الهواء معاك اشتد. واحنا بقى اللهم اجرنا يا رب، اللهم اجرنا الايام ده الجو حر حر حر، ربنا يكفينا شر النار وعذابها، وربنا يكفينا شر الحاقدين والحاقدين والحاسدين واللي ما عندهمش ايمان ولا دين. يلا حبايب قلبي هنمسح المروحه وهم يا رودي يلا نشوف احنا هنعمل ايه. عم حوده يمسح المروحه، يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. وتعالوا نشوف بقى احنا شايلين طبعا فرش المراتب، والخاله حنان بتصبي الله على وانت ما بتصبنيش. والله يا ريت بما ان رجلها بتوجعها قالت لي النهارده عندها السالة وانت عليك الاكل والولاد انه تاكلوا البيت اللي انتوا ايه قلتوه اليوم ما دعتها وهتعالي وشيلي الركنه يا بنتي انتوا وهي خلق يا مش بس نشفه وشيلي الركنه يا بنتي انتوا وهي. قلت لها من عندي يا عيني على البلاط. ده انت تأمري وانا نفذ يا عيني، ده امي ثم امي ثم امي ثم اغلى حاجه في عمري، واللي يرش على امي ميه رشه بالنار، واللي يحط امي في عينيه احطه طاج على راسي لانها امي، واللي ملهوش خير في امه ملهوش خير في حد تاني يا بنتي انت وهي. يا بخت اللي امه بتدعي له احسن من اللي امه بتديله. همسك بقى شبابيك السرير كده اهو شايفين كده، وهمسك بقى حبايب قلبي اللي انا عملته في الصاله. شوفوا التراب هعمله برضه فين؟ في اوضه نوم الاطفال اللي احنا بنجلس فيها وبننام فيها. شوفوا نور الدين علينا واحنا لسه ايه خلصناه في الدنيا يا عيني. الشغل حبايبي بسم الله وصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونشوف برضه ايه يومنا هيبدا ازاي بالصلاه على الحبيب المصطفى. تدعموا معانا يا جمهور. بعد ما نفضت الشباك من التراب ونضفت الحته وكنستها جبت خلقه مبلوله ميه، وهمسك الشباك بتاعي كده ايه لو مطوس من ايدينا من ايدين العيال هنمسحه كده. احنا قبل ما اعمل الحديد كنا بنمسك الشبابيك اللي بره ديت بنشيلها نحطها لامي تقعد تغسلها. اصبح لما ركبنا الحديد ما عدتش بعرف اتملك ان انا ايه امد ايه اطلع اغسلها ايه وانا قاعده في الشباك. هما مغسولين قريب ايام ما كنا طالعين مرتب من قريب غاسلينهم. فبما ان بقى احنا عملنا نظافه وعملنا شط في البيت وحيوي وعايزين نجدد بقى عايزين نعمل تكنولوجي بالطاقه الايجابيه. قلت له تعالي يا محمد هات شويه ميه بشويه اريال بعد ما نفضت الشبابيك وتعالى بقى ايه نطوقهم كده ونمسك الجدران بتاعتنا نديها الطاقه الايجابيه برضه. شوفوا برضه يا ولاد من هز العيال مهما يا ولاد والله الواحد بينفض لابد عيالي اقول لكم ايه عفاريت قليلين صعبين اكذب عليك ده نار جهنم ربنا يهديهم ويهدي كل من كان. واللي بيقولوا قناه الخاله حنان ما بتجيبش الا 500 مشاهد، انا اجيب 500 مشاهد من عرقي ومن جبيني كده اهو ومن بدعه يميني وبمجهودي احسن ما اجيب 50,000 و100,000 على سب الاعراض والنهش وقطع صله الرحم وسب الولايه وسب الاطفال والكلام اللي هو على اليوتيوب الكلام القذر. انا عايزاهم لو معايا 500 مشاهد وناس كويسه وناس نضاف والشرع على الراس احسن ما يكون معايا مليون وناس يعني لا سمح الله ما هماش كويسين. فانا فرحانه بقناتي وفرحانه بالمتابعين اللي هم تاج على راسي حتى لو ب 500 مشاهد زي ما انتم بتقولوا. يا عالم يا مهمش وان شاء الله قناه خالدكم عبده هتكبر بالروتينات الجايه بالحاجات الحلوه اللي احنا ناويين نعملها بالمحتوى الجديد. يلا نصلي على الحبيب ونودي نفس الخلقه ونمسك الجدران دي كلها ايه نخليها ايه اكس 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 بلور. يلا حبايبي طبعا بقى حبايب قلبي زي ما انتم شايفين مسكت الجدران خليتها كلها ازاي وكان هنا صدى مسكناه مسحناه ونضفناه والمراوح مسحناها. وتعالوا شوفوا اوضه نوم الاطفال برضه خليتها كلها سيرتها ونضفتها وحطيت الفرش ومسحت مراوحها. شوفوا تصبينا يا رب خليكم عبد الميلاد ديت عندنا من قبل ما اتجوز وانا لسه في الاعدادي وانا متجوزه بقالي 15 16 سنه اهو. وسبحان الله خليكم حنان اثريه يا ولاد والله اثريه وبتحافظ على حاجتها يا ولاد والله. وتعالوا بقى نشوف هنا ايه. شوفوا الركنه بتاعتي انا حاططها فين. ادي الركنه بتاعتي انتهى اهوت ونضفنا الاوضه. طبعا كنت هايله الاوضه ديت وكنت غسل الفرش بتاعها من قيمه 10 ايام
وشوفوا رصات الركن هنا، الجو حر والدنيا حر نار. وهقول لكم ايه بقى، هقول لكم تصبحوا على فيديو جديد ومحدش يزعل من كلامي. عايزه اخوات في الدنيا وعايزه متابعين في الدنيا ومحدش يزعل من كلامي. دي اخر كلام عندي في الموضوع وما عادش فيه رد ولا صبر ولا عاد في موضوع هيتفتح فيها بعد اليوم. وتعالوا برضه شوفوا، تعالوا كده سيبنا المطبخ بتاعنا، شوفوا الارضيه. استنى يا محمد، الارضيه شوفوا سيقنا وغسلنا الجدران بتاع، شوفوا حتى باين عليها اللمعه. بيبان عليها اللمعه. كبسوا يا محمد يا بنتي يا راجل قول لهم كبسوا كبسوا جدعانوا معانا يا جمهوريه. احنا في قرنا ومفيش مقارنه، واستنوا اللي جاي جديد واللي جاي شديد والجديد شديد. وعايز اغلى متابعين في الدنيا طبعا برعايه محمد حسام ورنوده وانا وماما حنان وسحوره. يلا حبايب قلبي، نقول بسم الله توكلنا على الله والسلام عليكم.